وفي أخبار جديدة بخصوص التقاعد أو ملف التقاعد بالمغرب. وردتنا الآن هذه الأخبار الجديدة إليكم تفاصيلها. قبل ما نبدأ وللتعريف معكم دائما أنا على كزوية نيوز، والآن بعجالة إلى التفاصيل. تتجه الحكومة المغربية وأخيرا إلى إعادة فتح واحد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية والمتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما شرعت في توجيه دعوات رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمشاركة في جولة جديدة من الحوار المباشر خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله. ووفق نفس المعطيات، فإن وزارة الاقتصاد والمالية برمجت اجتماعا تقنيا رفيع المستوى مع ممثلي النقابات خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو إن شاء الله، في خطوة تروم وتهدف إلى استئناف المشاورات حول مستقبل صناديق التقاعد التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة وسط تحذيرات متكررة من تفاقم هذا العجز أو بعدها خلال السنوات القليلة المقبلة. يأتي هذا التحرك الحكومي في سياق تفعيل التزامات سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقاء جمعه بمديري نشر عدد من الصحف الوطنية نهاية أبريل الماضي، بحيث أكد آنذاك أن السلطة التنفيذية مؤكدة وعازمة على معالجة هذا الملف وفق مقاربة تشاركية كتقوم على الحوار والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين. ومن المرتقب أن تعرف جولة المفاوضات المقبلة إن شاء الله نقاشات اللي غادي تكون قوية أو لا وصفت بالقوية بالنظر إلى تباين الرؤى بين الحكومة والنقابات، وينظر إلى هذا الورش باعتباره من أكبر التحديات الاجتماعية والمالية المطروحة الآن على الحكومة الحالية، خاصة في ظل الحاجة إلى إيجاد توازن بين ضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على الحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة المعنيين بهذا الموضوع. كانت هذه آخر المستجدات اللي توصلنا بها بخصوص هذا الملف الذي طال انتظاره كثيرا، وكنظن أنه جاء الوقت أخيرا باش أننا نحسموا فيه، والحكومة بدأت أولى الخطوات ديالها. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.